مرحبا بكم في قناة مستر دوم. اشترك بالقناة لمتابعة كل ما هو جديد. بيبدأ الفيلم بمجموعة طلبة في رحلة لمختبر أبحاث تابع للحكومة، وبتتكلم معاهم دكتورة في المختبر وبتشرح لهم إن من 65 سنة حصلت حرب نووية، والحرب دي تسببت في انهيار التكنولوجيا وقطع الكهرباء عن العالم بالكامل، والعالم كان على وشك الدمار. ولكن في عالم اسمه سميث اكتشف أشجار غريبة في غابات الأمازون، والأشجار دي اسمها أشجار جينسيس، والأشجار دي فيها زهور سحرية جواها طاقة ملهاش حدود، وقدروا العلماء يستخدموا الطاقة دي في تشغيل الكهرباء من تاني، وبقت الزهور السحرية دي أهم مصدر طاقة في العالم كله. وبتكمل الدكتورة كلامها وبتقول إن الحكومة احتفظت بالأشجار دي في المختبر علشان يعملوا أبحاث على الزهرة السحرية، وبعد فترة قدروا يستخلصوا منها مادة جينية وحقنوا بيها البشر المصابين من العدوى، وده إن في عدوى انتشرت بين البشر بسبب الحرب النووية، وفعلا في بشر اتعالجوا وبقى عندهم قدرات خارقة مذهلة وتسموا بالجينيين، وكمان ورثوا لأولادهم القدرات دي من جيل لجيل. ولكن للأسف في ناس ما اتعالجتش والمادة الجينية ما تفاعلتش مع جسمهم وتسموا بالعاديين، وده خلى الحكومة تتجاهلهم لأنهم مش مستفيدين منهم حاجة، وبقى كل العاديين فقراء وعايشين في منطقة فقيرة، على عكس الجينيين اللي عايشين حياة مرفهة في المدينة. وفي اللحظة دي بيكون في شاب اسمه ليون متنكر في زي عامل نظافة علشان يسرق واحدة من الزهور السحرية، وبنعرف ان ليون من الناس العاديين وعنده إعاقة في رجله، والإعاقة دي مخليه قاعد على كرسي متحرك، ولما بيلاقي حراس واقفين قدام الغرفة اللي فيها الزهرة السحرية بيشغل لعبة على شكل فار وبيخليها تتحرك ناحيتهم، فبيمسكوها الحراس وبيخرج منها غاز منوم، والغاز ده بيفقدهم الوعي وبيقعوا على الأرض. وساعتها بيروح ليون يركب كبسولة فيها الغاز المنوم في المواسير بتاعت فتحات التهوية، وبينشر الغاز ده في فتحات التهوية اللي جوه الغرفة اللي فيها الزهرة السحرية، فبيقعوا الأطباء اللي في الغرفة على الأرض وبيفقدوا الوعي. ولما بيحاول ليون يفتح الباب بيتفاجئ إنه مقفول برقم سري ومحدش يعرفه غير حراس الأمن، فبيتصل بأخته الصغيرة كليوي اللي بتكون واقفة مع طلبة المدرسة اللي في المختبر، وبيطلب منها تسرق كتالوج الأرقام السرية اللي مع الحراس وتقول له رقم الغرفة علشان يسرق الزهرة السحرية، فبتوافق كليوي، وبنعرف ان هم كانوا مخططين لسرقة الزهرة دي من بدري. وساعتها بيتكلم واحد من الطلبة الجينيين وبيقول ان الناس العاديين دول ملهمش لازمة في الحياة ولازم يموتوا علشان يخلصوا منهم، فبتتخانق كليوي معاه وبيبان ان هي قصدها تعمل كده علشان تخلي حارس الامن يجي وتسرق منه الكتالوج، وفعلا بتنجح خطتها وبيجي حارس الامن علشان يهديهم، وبتسرق منه كليوي الكتالوج من غير ما ياخد باله. وبعدها بتتصل باخوها ليون وبتقول له على الرقم السري، فبيفتح ليون الغرفة وبيحاول يسرق واحدة من الزهور اللي في شجرة جنسيس، واول ما بيقطف الزهرة بيخرج شوك من الشجرة وبيتحدف عليه، ولكن لحسن الحظ مش بيجي فيه، وفجأة بيشتغل جهاز الانذار وبيخرج ليون بسرعة من الغرفة قبل ما الحراس يكتشفوا ان هو الحرامي. وساعتها بيروح وبيخبط في اخته كليوي عن عمد علشان يوقع الدبدوب بتاعها، وبيحط فيه الزهرة السحرية لأن في الوقت ده الحراس عرفوا إن الزهرة اتسرقت وهيبدأوا يفتشوا كل اللي موجودين. ولما الحارس بيفتشه مش بيلاقي معاه حاجة وبيخليه يخرج من المختبر، وكمان كليوي بتتفتش ولكن ما بيلاقوش معاها حاجة، ومحدش بيشك إن الزهرة في الدبدوب لأن هي مجرد بنت صغيرة. فبتخرج كليوي من المختبر وبتشوف فيديو لمغنية مشهورة اسمها ميرا، وبتقول إن الحفلة بتاعتها اللي جاية هتبقى في منطقة الفقراء اللي بيعيش فيها الناس العاديين علشان تدعم فكرة المساواة بين الجينيين والعاديين، وما يبقاش في أي تفرقة بين الاتنين، خصوصا لأن الجينيين بيكرهوا الناس العاديين وبيضطهدوهم علشان هم أغنى منهم وعندهم قدرات خارقة. وبعد شوية بيجي أخوها ليون يقابلها وبيرجعوا البيت، وهناك بيستخرج ليون مادة لونها أزرق من الزهرة السحرية، وبتكون كليوي منبهرة بالمادة وبتسأله هي بتعمل إيه، فبيشرح لها ليون إن المادة دي فيها طاقة كهربائية كبيرة
وتقدر تصلح اي طرف صناعي. وساعتها بيجي ناس كتير مركبين اطراف صناعية علشان يصلحوا الاطراف بتاعتهم عند ليون مقابل فلوس. فبيستخدم ليون المادة اللي استخرجها وبيصلح كل الاطراف الصناعية. وبعد ما بيخلص بيرن التليفون بتاعه وبترد كليوي عليه، وبتتفاجئ ان في شخص بيعرض عليها فلوس كتير مقابل ان ليون يجي المطعم اللي هو شغال فيه ويصلح له البدلة المتطورة بتاعته. والبدلة دي بتساعده على المشي لان هو مشلول، وبيطمنها ان هو مش تبع الشرطة وان هو مش هيحاول يأذيهم، وبيعرفها ان هو شغال طباخ في مطعم مشهور في منطقة الجنيين. فبترفض كليو وبتقوله ان ليون ما بيروحش لحد، ولو عاوز يصلح بدلته يجيلهم البيت. ولكن ليون بياخد منها التليفون وبيكلم الطباخ وبيقوله ان هو هيجيله المطعم بشرط انه ياخد ضعف المبلغ اللي عرضه على كليوي. فبيوافق الطباخ وبيتفق معاه يجيله المطعم النهارده. ولما بيقفل ليون المكالمة بتنصحه كليوي ما يروحش المطعم لان شغلهم غير قانوني، ولو راحوا هناك ممكن يتقبض عليهم ويتحبسوا، وساعتها عقوبتهم هتبقى كبيرة لانهم من الناس العاديين، والحكومة اصلا بتكره العاديين وبتفضل الجنيين عليهم. ولكن ليون بيصمم يروح المطعم وبيطمنها بانهم مش هيتقبض عليهم ولا حاجة، وكمان الشرطة مش هتشك فيهم لان هي لسه بنت صغيرة وهو عاجز وقاعد على كرسي متحرك. وبعد ما بيخلص كلامه بيروح المطعم وبيدخلهم الطباخ من الباب الخلفي اللي بيوصل للمطبخ، وهناك بيبدأ ليون يصلح له البدلة وبيحط له المادة بتاعة الزهرة السحرية. وفي نفس الوقت بتدخل عصابة المطعم وبيقول رئيسها لكل الناس اللي في المطعم ان هو هيقتلهم كلهم لان هم من الجنيين اللي بيضطهدوا الناس العاديين وبيعاملوهم بعنصرية. وبنعرف ان العصابة دي اسمها كوبرا، وفعلا بيخلي رجالته يقتلوا كل اللي موجودين. وساعتها بيكون ليون واخته كليوي لسه في المطبخ ومش حاسين باي شيء. ولما بيخلص ليون تصليح البدلة بيتفاجئ ان النور قطع، فبيطلب من الطباخ يديله الفلوس اللي اتفقوا عليها علشان يمشي. فبيقول له الطباخ ان الفلوس مع صاحبه الجرسون وهيخرج ياخدها منه، وبيسيبه وبيمشي. وبعد شوية بيتفاجئ ان الطباخ داخل عليه وهو بينزف، وبيقول له ان في عصابة اقتحموا المطعم وقتلوا كل اللي موجودين، وبعدها بيقع على الارض وبيموت. فبيقرر ليون يهرب هو وكليوي من الباب الخلفي اللي دخلوا منه، ولكنهم بيتفاجئوا ان الباب مقفول ومش راضي يفتح. فبتقول له كليوي ان مفيش ابواب تاني في المطبخ، وللاسف مش هيعرفوا يخرجوا من المطبخ لان العصابة موجودين بره، ولو خرجوا هيقتلوهم كلهم. ووقتها بتكون العصابة بره وبيرسموا الرمز بتاعهم في كل مكان في المطعم علشان الشرطة يعرفوا ان عصابة كوبرا هم اللي عملوا كده، ويبينوا للشرطة ان هم عصابة قوية. وبيقرروا يدخلوا المطبخ علشان يرسموا فيه كمان. وفي اللحظة دي بيكون ليون متوتر ومش عارف يتصرف ازاي، فبيشوف جثة الطباخ وبتجيله فكرة، والفكرة هي انه يلبس البدلة بتاعته علشان يقدر يقف على رجله ويدافع عن اخته لو العصابة دخلت المطبخ. وفعلا بعد شوية بيدخل رئيس العصابة المطبخ هو والمساعد بتاعه، فبيستخبى ليون هو واخته كليوي، وبيسمعوا رئيس العصابة وهو بيقول انه هيخطف المغنية ميرا في الحفلة بتاعتها اللي هتعملها في منطقة الناس العاديين. وبعد ما بيخلص كلامه بيقرر يخرج هو والمساعد بتاعه، ولسوء الحظ بتشتغل البدلة المتطورة اللي ليون لابسها وبتخليه يتحرك غصب عنه. فبيشوفوا رئيس العصابة وبيهجم عليه هو والمساعد بتاعه، وساعتها بيتخانق معاهم ليون وبيدافع عن نفسه. فبيقع القناع بتاع رئيس العصابة وبيشوف ليون وشه وبيحاول ان هو يضربه، ولكن رئيس العصابة بيكون اقوى منه وبيضربه هو والمساعد بتاعه. فبتخرج كليوي من مكانها وبتضربهم بالطاسة، وساعتها بيرش ليون عليهم دقيق، وبياخد كليوي وبيطلعوا يجروا لحد ما بيخرجوا من المطعم. وفي طريقهم بيكون ليون مش عارف يتحكم في البدلة لان الرجل الشمال اتعطلت بسبب الخناقة. فبتحاول كليوي تساعده وبيتحركوا من مكانهم وبيرجعوا البيت، وهناك بيتفرجوا على الاخبار في التلفزيون. وبتقول المذيعة ان عصابة كوبرا هجموا على المطعم وقتلوا كل الجنيين اللي كانوا فيه. وساعتها بيتفاجئ ليون ان المذيعة بتعرض صورته هو واخته كليوي، وبتقول ان هم من العصابة والشرطة بتدور عليهم. فبيفهم ليون ان العصابة عطلوا كل الكاميرات اللي جوه المطعم وما عطلوش الكاميرات اللي كانت بره، ولسوء حظه الكاميرات اللي بره المطعم صورته مع كليوي وهم خارجين. فبالتالي الشرطة افتكرتهم مع العصابة، خصوصا لان ليون كان لابس بدلة متطورة. فبتتعصب كليوي وبتتهمه ان هو السبب في الورطة دي علشان هي حذرته من الاول وقالت له ما يروحش المطعم.
المطعم. فبيتجاهل ليون كلامها وبيكمل فرجة على الأخبار، وبيشوف المذيعة وهي مستضيفة عقيد من الشرطة اسمه هيوز، وبيتفاجئ إن هيوز يبقى هو رئيس عصابة كوبرا اللي شافه في المطعم. فبتتصدم كليوي وبتكون مش فاهمة ليه هيوز قتل الجينيين مع إن هو أصلا واحد منهم. فبيقول لها ليون إن هيوز عمل كده علشان يظهر الناس العاديين قدام الإعلام كأن هم مجرمين، علشان يزود كره واضطهاد الحكومة ليهم، وبالتالي الحكومة هيقرروا إن هم يقتلوا العاديين ويتخلصوا منهم تماما. فبتقول له كليوي إن هيوز بيخطط يخطف المغنية ميرا، وإن هم لازم ينقذوها قبل ما يعمل فيها حاجة. فبيرفض ليون وبيقول لها إن هو مش هيورط نفسه مع العصابة تاني، وبيجهز شنطته علشان يهرب من البيت. فبتتضايق ميرا وبتقول له إن الهروب مش حل، وإن هم لازم يحذروا الناس من العصابة دي علشان يدافعوا عن نفسهم ومحدش يتأذي، ولو تجاهلوا الموضوع وهربوا زي ما هو عاوز ساعتها العقيد هيوز وعصابته هيقتلوا ميرا علشان يثبتوا للإعلام إن الناس العاديين مجرمين. فبيقطعها ليون وبيقول لها إن هو عاجز ومفيش أي حاجة في إيده يعملها، وللأسف مش هيقدر يحذر الناس لأن الشرطة لو شافوهم هيقبضوا عليهم، وكمان مش هيقدر يعرضها للخطر لأن والدها قبل ما يموت وصى عليها. وبيطلع إن هي مش أخته الحقيقية، وإن هو اللي رباها بعد ما أهلها توفوا واعتبرها أخته. وبعد ما بيخلص كلامه بيطلب منها تجهز شنطتها علشان يهربوا، وده قبل ما الشرطة توصل للمنطقة ويقبضوا عليهم. فبترفض كليوي وبتتهمه إن هو شخص أناني وجبان ومش بيهتم بحد غير نفسه وبتسيبه وبتمشي. فبيطلع ليون ساعة والدته اللي مكتوب عليها إن الجميع متساويين، وبيفتكر ذكريات الماضي لما كان عايش مع والده ووالدته. فبيدخل مكتب والده علشان يعرف نتيجة التحليل بتاعه، لأن والده حقنه بالمادة بتاعة الزهرة السحرية علشان يبقى من الجينيين وعنده قدرات خارقة، ولكن بيطلع التحليل سلبي وليون ما بيتأثرش بالمادة وبيفضل من العاديين. وساعتها والده دخل عليه المكتب وكان متضايق لأنه بيكره العاديين وكان نفسه يبقى من الجينيين. وبالليل بترجع كليوي البيت وبتتفاجئ ان ليون بيعمل تعديلات على البدلة المتطورة بتاعته. فبتستغرب الموضوع وبتسأله ليه ما هربش زي ما كان بيقول. فبيقول لها ليون ان هو رجع في كلامه وقرر ما يهربش ويستغل ذكائه في انقاذ الناس، وده من خلال ان هو يطور البدلة ويخليها بدلة خارقة زي بدلة ايرون مان علشان يدافع عن الناس ويحميهم من عصابة كوبرا. فبتفرح كليوي بكلامه وبتساعده في تطوير البدلة، وبتعرفه ان هي شاطرة في الكيمياء وهتعمل مواد كيميائية وجذور نباتات وهتضيفها للبدلة علشان يستخدمهم كأسلحة. وبتسأله هينقذوا المغنية ميرا ازاي. فبيقول لها ان هو هيراقب ميرا وهي في الحفلة، ولو العصابة خطفوها هيهجم عليهم ويضربهم، وهي مهمتها ان هي تبلغ الشرطة علشان يقبضوا على العصابة وتعرفهم ان العقيد هيوز هو رئيس العصابة. وفي الوقت ده بتكون ميرا في الحفلة بتاعتها في منطقة العاديين وبينبهروا الناس بصوتها، وبعد ما بتخلص بتخرج من المكان علشان تمشي، ولكن فجأة بيظهروا 2 من العصابة وهم متنكرين في زي جنود من الجيش وبيهجموا على الحراس بتوعها وبيضربوهم، وبعدها بيخطفوها وبيروحوا يسلموها لهيوز رئيس العصابة. ولكن فجأة بيظهر ليون وبيكون لابس البدلة بتاعته وبيكون حاطط قناع على وشه وبيهجم على العصابة وبيستخدم الأسلحة اللي كليوي ضافتها في البدلة وبيضربهم واحد ورا التاني. وساعتها بتيجي كليوي وهي راكبة عربية وبتنادي على ميرا وبتخليها تركب العربية معاها علشان تهربها، ولكن بتلاقي العصابة بيتجمعوا حوالين ليون وبيضربوه. فبتقرب ناحيته بالعربية علشان يركب معاها ويهربوا، وفعلا بيركب ليون معاهم العربية وبتتحرك كليوي بيها وبيهربوا بسرعة من المكان وبيروحوا البيت. وهناك بتشرح لها كليوي ان عصابة كوبرا كانوا عاوزين يخطفوها علشان يسوقوا سمعة الناس العاديين ويظهروهم قدام الإعلام على ان هم مجرمين، مع ان هم اللي خطفوها، خصوصا لان الحفلة بتاعتها كانت في منطقتهم. فبتقتنع ميرا بكلامها وبتشوف الاخبار بيتكلموا عليها وبيقولوا ان في اشخاص مجهولين ساعدوها ان هي تهرب من عصابة كوبرا. ووقتها بيكون ليون مصاب ومش عارف يعالج الجروح اللي في جسمه، فبتيجي ميرا تساعده وبتعالج له جروحه وبتشكره علشان انقذها. فبيعرفها ليون ان العقيد هيوز هو رئيس عصابة كوبرا، وان هو سمع واحد من رجالته بيقول ان هيوز هيروح مركز تخطيط الاسرة.
فبتتصدم ميرا وبتقوله ان هي كان عندها ميعاد بكرة في مركز تخطيط الأسرة مع كيسلر رئيس المركز، لأنه بيعمل بحث على مادة هتحسن جينات العاديين وتخليهم زي الجينيين وعندهم قدرات خارقة. فبتخمن ان هيوز هيروح المركز علشان يقتل كيسلر، فبتقرر تبلغ الشرطة عنه علشان تنقذ كيسلر، ولكن ليون بيمنعها لأن هيوز من الشرطة، وكمان ممكن رجالته يطلعوا من الشرطة ويعرفوا مكانها ويجوا يخطفوها هي، والحل الوحيد ان هم يروحوا المركز ويحذروا كيسلر بنفسهم. فبتقتنع ميرا بكلامه وبيروحوا للمركز، وهناك بيعرف ليون ان العصابة وصلوا وبيفترقوا عن ميرا، فبيلبس البدلة بتاعته وبيروح يواجه العصابة لوحده وبيتخانق معاهم، ولكن بيكون عددهم كبير وبيفضلوا يضربوا فيه وبيوقعوه على الارض، وساعتها بيقع منه القناع بتاعه، وبيجي العقيد هيوز يضربه في وشه وبيفضل يضرب فيه علشان يقتله. ولحسن الحظ بيجوا حراس كيسلر وبيهددوهم بالسلاح، فبيضطر هيوز يهرب هو ورجالته. ولما بيروح كيسلر يطمن على ليون بتيجي ميرا هي وكليوي وبيعرفهم كيسلر ان ليون يبقى ابنه. فبتتصدم كليوي لان ليون كان مفهمها ان والده مات وبتمشي وهي متضايقه، وساعتها بيجوا مذيعين يتكلموا مع كيسلر وبيسالوه ليه عصابه كوبرا اقتحموا المركز. فبيشرح لهم كيسلر ان عصابه كوبرا كانوا عاوزين يقتلوه علشان ما يقدرش ينفذ المشروع بتاعه اللي هيخلي فيه مساواة بين العاديين والجينيين، والمشروع ده هو انه يحقن الناس العاديين بالمادة اللي اخترعها واللي هتحولهم لجينيين، وبالتالي مش هيبقى فيه صراع تاني ما بينهم وكل الناس هتبقى زي بعضها. علشان كده بيتمنى ان الحكومة توافق على المشروع بتاعه، وفعلا بتوافق الحكومة على المشروع ده بعد اللي حصل في المركز، وبيبعتوا اتوبيسات لمنطقة العاديين علشان ياخدوهم لمعسكر طبي في المختبر واللي موجود فيه الزهور السحرية ويحقنوهم بالمادة هناك. وفي الوقت ده بيكون ليون في غرفة طبية في المختبر، وبيجي والده وبيتكلم معاه وبيعتذر له علشان اتخلى عنه زمان، وده لما عرف ان هو مش من الجينيين، وبيقول له ان هو ندمان على اللي عمله وبيتمنى ان هو يسامحه. وبعدها بيديله جواب وبيعرفه ان والدته سابته له قبل ما تموت. فبيقرا ليون الجواب وبيلاقي والدته كاتباله ان هي بتحبه وعارفة ان هو هيعاني في حياته بعد موتها، وبتنصحه يكون شخص متسامح ويعامل الناس كلها زي بعضها لان البشر كلهم متساويين. فبينهار ليون من العياط وبيكون مفتقد والدته جدا، وساعتها بتيجي المغنية ميرا تاخده وبتوديه للمعسكر الطبي علشان يقابل اخته كليوي، وهناك بتحضنه وبتعتذر له علشان سابته لوحده وبتوعده ان هي مش هتعمل كده تاني. فبيتكلم ليون مع ميرا وبيقول لها ان هو حاسس ان والده كيسلر متفق مع عصابة كوبرا علشان يهجموا على المركز ويجبروا الحكومة توافق على المشروع بتاعه. والدليل على كلامه هو ان كيسلر ما قبضش على هيوز في المركز، مع ان هو كان عنده فرصة يعمل كده لان رجالته كانوا محاصرين المكان. فبتقطعه ميرا وبتقول له ان هي مش مقتنعة بكلامه لان كيسلر عاوز يساعد العاديين اصلا. فبتقول لهم كليوي ان هي هتراقب كيسلر علشان يعرفوا الحقيقة، وفعلا بتراقبه وبتدخل جوه فتحة التهوية وبتصوره وهو واقف يتكلم مع العقيد هيوز، وبيتضح ان هم شغالين مع بعض زي ما ليون كان متوقع، وكانوا متفقين ان هم يشكلوا عصابة كوبرا ويعملوا كل الجرائم دي علشان يعملوا شغب في المدينة ويخلوا الحكومة توافق على مشروع كيسلر. والحقيقة هي ان المشروع ده مش معمول علشان يساعد الناس العاديين زي ما كيسلر فهم الحكومة، ولكن المشروع هدفه ان هو يستخلص المادة الحيوية اللي في مخ العاديين وبعدها ياخد المادة دي ويحقن بيها الجينيين علشان يطوروا من قدراتهم ويبقوا اقوى. وبعد ما بتصور كليوي اللي حصل بترجع المخيم وبتوري الفيديو لميرا والناس العاديين. فبتتكلم ميرا مع ليون وبتعتذر له علشان ما كانتش مصدقاه، وبتقول له ان هم لازم يوقفوا كيسلر عند حده والا هيقتل كل العاديين علشان ينفذ خطته. فبيقول لها ليون ان هم لازم يبعتوا الفيديو ده للشرطة ويتخانقوا مع العصابة علشان يشغلوهم لحد ما الشرطة تيجي وتقبض عليهم. فبتقتنع ميرا بكلامه، وكمان في مجموعة من الشباب العاديين بيقرروا يساعدوهم. وبعد شوية بيرجع ليون للغرفة الطبية اللي كان فيها وبيعمل نفسه نايم على السرير، فبيدخل عليه والده ومعاه 2 أطباء علشان يحقنوه بالمادة الحيوية اللي استخلصها من مخ العاديين اللي في المختبر على أمل إن هو يشفيه من الشلل ويخليه يرجع يمشي تاني زي الناس الطبيعيين من غير ما يلبس البدلة. ولكن ليون بيقوم من على السرير قبل ما يحقنوه وبيمسك والده كيسلر وبيتهمه إن هو شخص أناني وتسبب في موت ناس كتير علشان يطور من قدرات الجينيين. فبيقطعوا
كيسلر، وبيقول له ان هو بيعمل كل ده علشانه هو، لانه عاوزه يبقى من الجينيين زيه، والمادة الحيوية دي هتشفيه وهتخليه يرجع تاني يمشي. فبيعرفه ان هو مش هياخد المادة دي ومش هيتعالج على حساب موت الناس. وبعدها بيخرج من الأوضة وبيقفل عليه وبيحبسه جوه. فبتيجي كليو تتكلم معاه وبتقول له ان هي عاوزة تروح غرفة المراقبة وتاخد نسخة من البيانات اللي على الكمبيوتر بتاع الشركة علشان تبعتها للشرطة مع الفيديو اللي صورته لكيسلر. فبيروح ليون غرفة المراقبة وبيضرب كل الحراس اللي فيها، ولكن للأسف واحد منهم بيدوس على زرار الإنذار. وبتيجي كليو وميرا علشان ياخدوا نسخة من البيانات. فبيسيبهم ليون وبيروح المعسكر عند الناس العاديين، وهناك بيلاقي العقيد هيوز جاي ومعاه رجالته علشان يقتلوه، ولكن العاديين بيساعدوه وبيهجموا على هيوز ورجالته. فبيتخانق هيوز مع ليون وبيضربه علشان يقتله، وفي نفس الوقت بيدخل واحد من رجالته غرفة المراقبة وبيخنق ميرا من رقبتها علشان يقتلها، ولكن لحسن حظها بيجي واحد من العاديين ينقذها وبيضرب المجرم على دماغه. وساعتها بتبعت كليو الفيديو والبيانات للشرطة وبيعرفوها ان هم جايين في الطريق. وفي اللحظة دي بيكون هيوز وليون لسه بيتخانقوا سوا لحد ما بيوصلوا للغرفة اللي فيها شجرة جنسيس. فبيحاول ليون يستخدم الأسلحة اللي في البدلة علشان يقتل هيوز، ولكن للأسف هيوز بيكون أقوى منه بكتير وبيضربه بالرجل وبيوقعه على الأرض. ولما بيطلع السكينة بتاعته علشان يقتله بيقطف ليون الزهرة السحرية من الشجرة علشان يخرج منها شوك ويقتله، وفعلا بيخرج منها الشوك وبيجي في رقبة هيوز وبيموت. وساعتها بتوصل الشرطة وبيقبضوا على عصابة وعلى كل رجالة كيسلر، ولكن مش بيلاقوا كيسلر في المختبر وبيتفاجئوا ان هو هرب قبل ما يوصلوا. وبعدها بتروح ميرا هي وكلوي علشان يطمنوا على ليون، وهناك بتعترف له ميرا ان هي بتحبه، فبيقول لها ان هو كمان بيحبها. وتاني يوم بيرجعوا العاديين للمنطقة بتاعتهم وبيشوفوا الاخبار في التلفزيون وهم بيتكلموا عن اللي حصل، وبيقولوا ان كيسلر متهم في 10 قواضي والشرطة بيدوروا عليه في كل مكان ومش لاقيينه. ووقتها بيتفاجئ ليون ان ميرا هتعيش معاه في منطقة العاديين وهتتخلى عن الشهرة وحياة الأغنياء علشان تفضل معاه. وأثناء كلامها بيظهر كيسلر وهو واقف بعيد وبيراقب ليون، وبنكتشف ان هو حقن نفسه بالمادة الحيوية ووشه اتشوه وجيناته ما اتحسنتش زي ما كان هو فاكر، وده معناه ان المشروع بتاعه فشل. وبيخلص الفيلم.